في الفيديو ده هتعرف ايه الافضل ليك عشان تبني عضلة صدر قوية، البار ولا الدمبل، وهفهمك ليه ممكن تمارين تجيب نتيجة مع شخص وشخص تاني لا، وهنعرف تتمرن كام تمرينة عشان تستهدف عضلة الصدر بشكل كامل، وكمان هنشرح ازاي تتمرن عضلة الصدر بشكل كامل في البيت، وهثبت لك ان عضلة صدرك مش ضعيفة، انت اللي بتمرنها غلط. تعال افهمك كل ده من غير اي فزلكة. قبل ما ندخل في اي تفاصيل، عايزك تعرف ان عضلة الصدر بنقسمها ل3 اجزاء عشان نستهدفها بشكل كامل، جزء علوي، جزء اوسط، وجزء سفلي. وعشان تعرف تستهدف ال3 اجزاء دول، كل اللي هتعمله انك هتغير في زاوية البنش. عندنا 3 زوايا. الشكل الاول انكلاين، وده بيكون البنش عالي بالشكل ده، وده بيستهدف الجزء العلوي من الصدر. تاني شكل عندنا الفلات، وده بيستهدف الجزء الاوسط. تالت شكل الديكلاين، وده للجزء السفلي. دي اساسيات لازم تكون عارفها قبل ما ندخل في اي تفاصيل. تاني حاجة عايزك تعرفها ان كل واحد فينا عنده زاوية مختلفة في عظمة الصدر، وده راجع لجينات كل شخص. الزاوية دي هي اللي بتحدد اتجاه الياف عضلة الصدر عندك، وده اللي هيحدد انت محتاج تلعب بزاوية عاملة ازاي علشان تستهدف الجزء الصح. في نوعين من زاوية عظمة الصدر، زاوية صدر حادة وزاوية صدر مسطحة. ازاي تعرف زاوية عظمة الصدر عندك حادة ولا مسطحة؟ هتعمل حركة بسيطة، هتجيب التليفون بتاعك وتحطه ما بين عضلات صدرك. لو لاحظت التليفون مايل لتحت بالشكل ده، اعرف ان زاوية عظمة الصدر عندك حادة. طيب لو لاحظت التليفون مش مايل وفي وضعية مستقيمة، اعرف ان زاوية عظمة الصدر مسطح. بعد ما عرفت نوع زاوية عظمة الصدر عندك، تعال نعرف الفرق بينه وازاي تتمرن على حسب زاوية عظمة الصدر عندك. لو زاوية صدرك حادة، فالفلات بنش عندك بيشتغل كأنه ديكلاين، يعني وانت بتتمرن على البنش بشكل مستوي بتستهدف الجزء السفلي مش الاوسط. وعشان تستهدف الجزء الاوسط هتحتاج ترفع البنش درجة واحدة، وعشان تستهدف الجزء العلوي محتاج ترفع البنش زاوية اعلى شوية. اما لو زاوية صدرك مسطحة، فالفلات بنش عندك فعلا هيستهدف الجزء الاوسط مش السفلي، ومجرد انك ترفع البنش درجة او درجتين بس هيكون كفاية انك تشغل الجزء العلوي. ولو رفعت ال 45 درجة هتشغل الكتف الامامي مش الجزء العلوي للصدر. وده يخليك تفهم ان الزاوية اللي بيلعب بيها صاحبك على البنش ممكن تجيب نتيجة معاه وما تجيبش نتيجة معاك. يعني انت لو عندك زاوية صدر مسطحة وصديقك عنده زاوية صدر حادة، فهو هيلعب على البنش وهو 45 درجة وهيستهدف الجزء العلوي بشكل صحيح. انما انت لو لعبت على البنش بزاوية 45 هتبقى بتشتغل الكتف الامامي مش الجزء العلوي للصدر. وعشان ما تتلخبطش وتضيع مجهودك على الفاضي، جرب انك تميل البنش درجة درجة وشوف فين بتحس فعلا بانقباض الجزء العلوي مش الكتف. اتمنى اكون فهمت الجزئية دي بشكل صحيح. طيب هنتمرن كام تمرين بالظبط، وايه التمارين اللي هنتمرنها اصلا؟ لو بحثت قبل كده على تمارين لعضلة الصدر هتلاقي ان اغلب المدربين بتنصح بتمرين الباربل بنش بريس، وده تمرين فعلا كويس بس لبعض الناس مش كل الناس. البار بيأيد حركة ايدك في مسار واحد، والبار غالبا بيمنعك تنزل بدرجة كبيرة لان البار بيلمس صدرك، فده بيقلل الاسترتش في الالياف العضلية. فتمارين الباربل بنش بريس مش كل الناس بتعرف تفعل فيه عضلة الصدر بنفس الكفاءة. هنا بقى يجي دور الدمبل. الدمبل بيدي حرية أكبر في الحركة، بيديك مرونة في النزور أكتر، فتقدر تعمل ستريتش أعمق وبالتالي تحفيز أكبر لعضلة الصدر. وده مثبت علميا إنه بيساعد ناس معينة أكتر في استهداف الصدر. يعني الخلاصة، الدمبل ينفع للناس اللي عندها مشاكل في مفصل الكتف أو عدم توازن في العضلات. يعني لو عندك الصدر اليمين أكبر من الشمال، هنا الدمبل هيساعدك جدا تتخلص من المشكلة دي وتعمل توازن. طيب هل الكلام ده معناه إن البار ملوش لازمة؟ لا طبعا، البار ممتاز جدا في التحميل على العضلة وزيادة القوة العضلية بشكل كبير. يعني لو بتتمرنه وبتحس بعضلة الصدر بشكل صحيح وشايف نتائج كويسة، كمل مفيش أي مشاكل. وطبعا بعد ما فهمت كل ده، جرب الاتنين وشوف جسمك هيستجيب لأي تمرين أكتر. تعال بقى ندخل على الشغل التقيل ونعرف هنتمرن كام تمرين بالظبط عشان نستهدف الصدر بشكل كامل. أول حاجة تعال أفهمك إزاي تعرف تتمرن كام تمرين بالظبط. يعني تتمرن 4 أشكال للعضلة ولا 5 مثلا؟ الموضوع مش عشوائي يا كوتش. عضلة الصدر من العضلات الكبيرة، وبنحتاج من 10 ل 20 مجموعة أسبوعيا عشان نقدر نوصل للنمو العضلي المثالي. كشخص مبتدئ، من 10 ل 12 مجموعة أسبوعيا كافية جدا ليك لبناء عضلة الصدر. كشخص متوسط، من 14 ل 18 مجموعة أسبوعيا. كشخص متقدم وفاهم، من 18 ل 22 مجموعة أسبوعيا. دلوقتي عايزين نفهم يعني ايه الكلام ده. بص يا كوتش، لو انت مبتدئ وماشي على نظام الفول بودي اللي انا شرحته، فانت بتتمرن
تتمرن 3 ايام في الاسبوع او 4 على حسب هدفك تنشيك او تضخيم. واحنا تمرينة الصدر اللي قلنا عليها في نظام الفول بودي هي تمرينة الدمبل بنش بريس. لو جيت حسبتها انت بتلعب التمرينة دي 3 مرات في الاسبوع او 4. التمرينة بنلعب فيها 3 مجموعات، يعني لو بتتمرن 3 ايام في الاسبوع هتبقى بتمرن عضلة الصدر 9 مجموعات، وده كويس ليك كمبتدئ. طيب لو انا متوسط ازاي اعرف العب كام تمرين بالظبط؟ برضو هتركز على نوع النظام اللي ماشي عليه. لو انت مثلا ماشي على نظام برو سبليت اللي هو بتتمرن كل يوم عضلة، يعني هتتمرن عضلة الصدر يوم واحد في الاسبوع، كده انت في يوم عضلة الصدر هتلعب 4 اشكال عشان توصل ل 14 او 15 مجموعة اسبوعيا. نفس الكلام لو انت متقدم. يعني الخلاصة الموضوع بيتحسب بناء على نظام التمرين اللي بتتمرن بيه وعلى مستواك انت، ان كان مبتدئ او متوسط او متقدم. تعال بقى نشوف انواع التمرين ونعرف ازاي نقسمهم. هنبدأ بالجزء العلوي. عندنا كذا شكل من التمارين عشان نوصل للجزء العلوي من الصدر. اول تمرين انكلاين دمبل بريس. زي ما قلنا في بداية الفيديو، انكلاين يعني البنش بيكون مرفوع لفوق، وركز على ان درجة البنش تكون مناسبة لزاوية عظمة الصدر عندك زي ما شرحنا في بداية الفيديو. عندنا التمرين التاني للجزء العلوي، نفس التمرين انكلاين بس بالبار مش بالدمبل. وفي شكل تمرين تالت برضو تقدر تستهدف بيه عضلة الصدر العلوية، تمرين الكيبل انكلاين بريس، وفي برضو تمرين الانكلاين ماشين بريس. بالنسبة للاربع تمارين دول انت بتختار اللي يناسبك، يعني مش هتلعب الاربع تمارين، هتختار تمرين واحد بس منهم عشان تستهدف الجزء العلوي. بالنسبة للرأي الشخصي الانكلاين دمبل بريس هو الافضل للعلوي، وعايزك تركز وانت بتلعب اي تمرين من التمارين دي يكون الكوع بتاعك في زاوية 45 درجة، يعني لم كوعك على جسمك شوية عشان تخفف الضغط من على مفصل الكتف. وحاول لما تدفع الدمبل ما تفردش ايدك للاخر فوق، خلي فيه انحناء بسيط في الكوع، ما تقفلش كوعك للاخر. وبرضو عايزك تعرف ان في تمارين تانية كتير بتستهدف الجزء العلوي، بس دي التمارين اللي اتكلمنا عنها هي الاساسية معانا. اي تمارين تانية بتكون عشان تركز اكتر لو مثلا عندك الجزء العلوي ضعيف. ده بالنسبة للجزء العلوي للصدر. تعال ندخل على الجزء الاوسط للصدر. عندنا اول تمرين الدمبل بنش بريس، وهنا بيكون البنش فلات. حاول برضو تركز على انك تلعب بشكل صحيح والكوع يكون مضموم شوية على جسمك، وتنزل للاخر عشان تعمل ستريتش. نفس الكلام عندك باربل بنش بريس، تقدر تلعب بالدمبل او البار او حتى بالماشين شيست بريس، فانت بتختار تمرينة واحدة حسب اللي يريحك وتحس بالعضلة وانت بتتمرن. بالنسبة لي الدمبل بنش بريس هو الافضل. ده بالنسبة للجزء الاوسط. اخر جزء عندنا الجزء السفلي. اول تمرين الديكلاين دمبل بريس، نفس الكلام بتخلي البنش لتحت وتبدأ تلعب بالدمبل او البار. وبصراحة التمرينة دي مش افضل حاجة. الافضل عندك كيبل كروس اوفر، بتستهدف الجزء السفلي بشكل قوي جدا. وعندك كمان ديكلاين ماشين بريس، وعندنا المتوازي. نفس الكلام بتختار شكل واحد منهم عشان تركز على الجزء السفلي. بالنسبة لي المتوازي والكيبل كروس اوفر هم الافضل لو ركزت عليهم صح. ولو هتعتمد على المتوازي حاول تميل شوية لقدام عشان تستهدف الصدر السفلي اكتر من الترايسبس. كده انت عرفت التمارين اللي بتستهدف كل رأس في الصدر. نوع بقى على حسب اللي يريحك والعب شكل لكل رأس وما تكترش. تعال بقى اكلمك على تمرينة التفتيح. تمرينة التفتيح بنختم بيها دايما في تمرينة الصدر. طيب ايه اهمية التمرين ده؟ تمرين التفتيح بيعمل شد وتمدد لألياف عضلة الصدر، وكل ما العضلة حصل فيها شد الجسم بيضطر يبني ألياف أكتر عشان يعوض الشد ده. عندنا كذا شكل للتفتيح. أول شكل بالدمبل واحنا على البنش، بيكون بالشكل ده. ركز على الأداء الصحيح ومش عايزك تزود وزن. التمرين ده تمرين عزل، يعني بنركز على الأداء أكتر من الوزن. وتقدر ترفع البنش انكلاين عشان تعمل تفتيح للجزء العلوي. وعندنا شكل تاني كيبل فلاي، وتالت شكل عندنا الماشين فلاي جهاز الفراشة. ده بتقدر برضو تفتح عليه بشكل سلس ومريح. طيب يا كوتش اختار اي تمرين منهم للتفتيح. لو انت ماشي على نظام برو سبليت وبتمرن الصدر مرة في الاسبوع، فالانسب ليك تفتح مرة للجزء العلوي ومرة للجزء الاوسط. كل اسبوع خلي التفتيح لجزء مختلف. طيب لو بتمرن الصدر مرتين في الاسبوع، هتخلي يوم تفتيح علوي وبرضو يوم تفتيح للجزء الاوسط. كده احنا عرفنا التمرية بتاعتنا هتتقسم ازاي. ده بالنسبة للجيم. تعال بقى نعرف ازاي تستهدف الصدر
بشكل كامل لو انت بتتمرن في البيت. لو انت بتتمرن في البيت فتمرين الضغط هيكون تمرينك الأساسي، بس هنبدأ نغير في شكله عشان نستهدف كل رأس. أول حاجة الرأس العلوي للصدر. بتجيب كرسي أو أي حاجة عالية عن الأرض وتحط رجليك عليها وتبدأ تلعب ضغط بالشكل ده. هتلعب 3 مجاميع وكل مجموعة عايزك تجيب آخرك. بالنسبة للجزء الأوسط للصدر هتلعب ضغط على الأرض عادي، هتلعب 3 مجاميع وبرضه هتجيب آخرك. طيب لو الضغط سهل بالنسبة لك وبتجيب عدات كتير فأنت تقدر تزود وزن بإنك تجيب شنطة وتحط فيها كتب أو أي حاجة وزنها عالي عشان تزود شدة التمرين. طيب بالنسبة للجزء السفلي تقدر تجيب كرسيين وتحطهم قصاد بعض وتلعب عليهم زي المتوازي، نفس الكلام 3 مجاميع. ولو سهلة زود وزن بالشنطة. التزم بال3 تمارين دول مرتين في الأسبوع، يعني مثلا السبت وتلات. وعايزك تعرف إنك مش هتوصل للنتيجة اللي عايزها من غير ما تلتزم أيا كان بتتمرن في الجيم أو البيت. وعايزك تعرف إن التمرين في البيت مفهوش أي مشكلة، تقدر توصل لفورمة محترمة من البيت عادي جدا. بس لو هتقدر تروح الجيم فده هيكون الأفضل طبعا والأسرع عشان المقاومة أعلى في الجيم والأوزان متوفرة. وبكده يا وحش نكون شرحنا عضلة الصدر بشكل كامل. عرفنا الفرق بين البار والدمبل وإمتى تستخدم كل واحد فيهم حسب هدفك ومستواك، وعرفنا إزاي تقسم التمارين علوي وأوسط وسفلي، وكمان اتكلمنا عن التمارين اللي تقدر تعملها في البيت لو ما عندكش وقت تروح الجيم. وعرفنا إن مش شرط المعدات هي اللي تصنع النتائج، أهم حاجة إنك تفهم العضلة وتعرف بتشتغل إزاي. وفي الآخر افتكر دايما إن التمرين بيختلف من شخص للتاني، اللي بينفع مع غيرك ممكن ما يكونش مناسب ليك، فجرب عدل وشوف إيه اللي بيناسب جسمك شخصيا. ولو وصلت لحد هنا فأنت فعلا مهتم تطور نفسك. أنا عارف إن الفيديو طول شوية بس والله حاولت أشرح لكم كل حاجة بالتفصيل عشان تكونوا فاهمين مش حافظين. ولو استفدت من الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب واعمل شير لصاحبك عشان يستفيد زيك. واكتبوا لي في الكومنتس عايزين الفيديو الجاي يكون عن أي عضلة، وأكتر تعليق عليه لايكات هنعمل عليه الفيديو الجاي بإذن الله. وفي النهاية ما تنساش تصلي على النبي يا كوتش. سلام.